السلام عليكم ورمضان كريم علينا وعليكم على جميع الأمة الإسلامية. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم فطور الأول من رمضان، فطور اللي كامل مكمور. غير تبعوا الفيديو الأخير وما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك باش يوصلكم الجديد. ونبداو على بركة الله بالمقادير والطريقة ديال التحضير. عندي جوج زلاف ديال الدقيق الأبيض مع زلافة ديال الدقيق القمح الصلب يعني الفينو. غادي نضيفوا معاه معلقة ديال خميرة الخبز ومعلقة صغيرة ديال الملح ومعلقة كبيرة ديال السكر. غادي نضيفوا الماء غير بشويه بشويه حتى كيتجمع لينا العجين بحال هكا وكيولي الشكل ديالو ملمس. غادي نديروا ليه الزيت وغادي نغطيوه ونخليوه حتى كيضاعف الحجم ديالو. ملي غادي يضاعف الحجم ديالو غادي نشكلوه بحال هكا على شكل اللي هكا شكل طولي. ما غاديش نديروا ليه كرات نيشان باش ما كيشدلناش الوقت اللي هو كبير. غادي نجيبوا الزبده اللي بومات تكون غير بحراره المطبخ، غادي تسهل عليكم بحال هكا تخدموا بها. حنا كنطلقوا كيف ما كيبان لكم في الصوره وكنرشوا بالفينو. حنا كنطلقوا كندهنوا بالزبده وكنرشوا بالفينو حتى كيتجمع لينا بحال هكا. داك الطرف الاخير كنديروه في الجنب وكنضغطوا عليها بحال هكا وكنخليوها حتى كنساليو الكميه ديالنا كامله. في هذه المرحله ما كتختمرش، غير كنديروا الكرات ديالنا كاملين حتى كنساليوهم. كنبداو باول وحده كنطلقوها هكا، غير طلقوها خفيفه حيت فيها الخميره الخبز راه كتنتفخ لينا فاش كنبغيو كنطيبوها. كنطلقوها مزيان رقيقه وكندهنوا المقله ديالنا اولا البلاك بالزيت وكنحطوا الملويه ديالتنا وحنا كنحطوها وكنقلبوها باش كتنفخ لينا من الداخل وكتجينا زوينه. وانتم كترشوا طبعا الزيت باش ما كتجيكمش ناشفه. هذا كنسميه انا مخمار، كنفطروا به هكا بالفطور وحتى في السحور كينفعني بزاف، كيجي صراحه زوين وكيجي خفيف. اللي بغى تدهنوا بالزبده من الداخل، الزبده البلديه كيجي احسن، كيجي فيها واحد المذاق اللي هو زوين. دهنوه بالزبده من الداخل ومن على برا كيجي زوين. صافي غادي نخليكم مع المقادير الثانيين ديال لي شوسون. الطريقه اللي هي سهله. عندي 4 ديال الكيسان ديال الدقيق الابيض مع معلقه صغيره الملحه، واحد المعلقه ديال الخل، وعندي هنايا 250 غرام ديال الزبده ديال التوريق. غادي ندير لها هكا في الحكه كنحكها وكنبقى كنبسبس دوك المكونات مزيان كاملين حتى كيتبسبس ليا ديك الزبده مع الدقيق. عاد كنجمع الماء من الصنبور، الماء عادي صافي، وكنخليها هكا كيف ما كتشوفوا. ما كندلكهاش نهائيا، غير كنجمعها وكنديرها في بلاستيكه، كنديرها في الثلاجه واحد المده ديال نصف ساعه وكنرجع ليها. من بعد ما ديك ارتحت ليا شي شويه كنبقى كنطلقها بالمدلك. كيف ما كتشوفوا راه الزبده باقه في العجينه ديالتي حيت ما دلكتها ما والو، غير جمعتها وصافي. كنبقى كنشكلها هكا على شكل مربع وكنطلقها عاوتاني مباشره. كندير لها سيركل، ما كنخليهاش في هذه المرحله نهائيا ان نعاودها مره وجوج وثلاثه، غير المره الاولى راها كافيه. صافي كنطلقها وكنقطعها بشي سيركل هكا يكون دائري اولا غير زلافه اولا كاس يكون كبير. صافي وكنبقى كل قرص كنضغط عليه هكا في الوسط باش ندير فيه الحشوه. كل قرص غادي نضغط عليه وكنخليهم جانبا حتى كنرجع لهم باش كنسهل عليا الخدمه. كنديرهم كاملين دقه واحده حتى كنبقى في الاخير نعمرهم. بالنسبه للحشوه عندي فيها بصله متوسطه قطعتها قطع اللي هما صغار، درت لها شويه الزيت، والكفته كتبقى على حسب الافراد ديال العائله وعلى حسب نتوما شحال بغيتو ديروا من لي شوسو. كندير في التوابل معلقه صغيره ديال سكينجبير، البزار والملحه. غادي نحركوهم مزيان حتى كيندمجوا مع بعضياتهم. في الاخير غادي نطفي النار وغادي نزيد واحد الرشه ديال الفرماج احمر اولا يمكن لكم ديروا حتى الكريمه، وفي هذه المرحله كتجي زوينه. غادي ندير في كل قرص كيف ما شفتوا واحد المعلقه صغيره، ما كتكثروش بزاف باش ما كتخرج لكمش الحشوه من بعد فاش كطيب. خليوها حتى تبرد. طبعا عاد تعمروا بها العجينه ديالكم. الا عمرتوا بها وهي سخونه راه غادي تعجن لكم العجينه وما غاديكمش زوينه نهائيا. كنسدوها غير بالماء، يمكن لكم ديروا بالبيض ديال البيض او ما تحتاجوش ديروا غير الماء، راه كتسد لكم مزيان في دوك الجوانب. صافي هنا من بعد ما كنساليهم كاملين كنتكهم هكا غير من الفوق بالفرشيطه. ما تحاولوش انكم تضغطوا عليهم بزاف، غير شويه من الفوق صافي. وكدهنوهم بصفر بيضه، يمكن لكم تزيدوا معاه شويه ديال لاصوص صوجا باش كتعطيكم داك اللون الذهبي. كتدخلوه الفران اللي سخون، ضروري يكون سخون مزيان. كتدخلوها من الوسط كتشعلوا عليها من الاسفل ومن الاعلى مده ديال 10 ديال الدقائق. كتطفيوهم من الفوق كتخليو العافيه مهيله من التحت حتى كتشوفوهم انهم تنفخوا وتحمروا لكم من التحت. عاد كتشعلوا عليهم من الفوق. بالنسبه للحريره عندي سهله. كندير ربيطه ديال القزبر ومعدنوس والكرافس، كنطحنهم هكا في الهشوار، كنحيدهم كنديرهم في الكوكوط وكناخذ مطيشات. عندي تقريبا تما كاينه واحد 8 ديال المطيشات حيت عندي صغار، الا كانوا كبار ديروا غير 4 اولا 5.
كتحيدوا لهم القشره ديالهم ووحده كتخليوها بالقشره ديالها. غادي نحيدوا لهم داك ضروري ديك الخضوريه اللي كتكون فيهم الفوق، وكنديروا معاهم بصله اللي متوسطه كنطحنوهم حتى هما مزيان وكندوزوهم في الصفايه باش كتحيد لينا ديك الزريعه اللي فيهم. بالنسبه للتوابل عندي معلقه صغيره ديال البزر ما عامراش، معلقه سكينجبير صغيره تكون عامره، ومعلقه ديال الخرقوم والملحه، وغادي ندير الحمص ضروري، وواحد المعلقه ديال الزيت، وغادي نعمرها بالماء حتى تقريبا اليدين ديالها، وكنسد عليها وكنخليها حتى كطيب. كندوزو باش غادي ندوروا الحريره ديالتنا. درت تقريبا واحد 5 ديال المعالق كبار عامرين ديال الدقيق، واحد المعلقه كبيره تكون عامره ديال المطيشه الحك، وواحد الكاس ديال الماء غادي نديرهم في الهشوار باش كيطحنوا ليا مزيان. هنا من بعد ما كنحل على الكوكوط ديالي كنقلب على اول حاجه الحمص واش طايب، عاد كنضيف ليهم داك الدقيق ومطيشه ديال الحك، وانا كنحرك، نتوما كتحركوا مزيان حتى كتشوفوا داك الخليط ديالكم ان الحريره ديالكم بدات كتغلى. عاد كتحبسوا على التحريك وكتضيفوا عليها الشعريه وداك شويه الربيع والكراس اللي طحنا في الاول، كتخليو منه واحد 3 صافي كتبقاو كتحركوا كتشوفوا ديك الشعريه ديالكم طاب صافي كتطفيو عليها، وحتى الاخير عاد كتضيفوا معلقه ديال السمن باش كتبقى داك المذاق ديال السمن في الاخير. بالنسبه للتحليه عندي واحد 2 ديال التفاحات اللي حيت لهم القشره وقطعتهم قطع صغيره، كنطحنهم مع شويه ديال الحليب حتى كتشوفوا ان كتطحن لكم مزيان. كتضيفوا كنديروا نصف لتر ديال الحليب، غير شويه كتخليه كطحن، ومن بعد كتضيفوا الكميه كامله. غادي تردوه الكاسرونه، ديروا فيه 3 ديال المعالق ديال السكر سنيده، وواحد الفلون ديال الكراميل، واحد المعلقه كبيره ديال النشا. غتحركوهم كامل كديروهم فوق النار حتى كتشوفوا ان بدا كيتقال لكم شويه الخليط، كتحيدوهم وكديروهم في كويسات بحال هكا وكتدخلوهم للثلاجه حتى كيبردوا مزيان واحد المده ديال ساعه. وبالنسبه للعصير اللي عندي فيه 2 ديال التفاحات بالقشره ديالهم، كنطحنهم مع 2 ديال الليمونات اللي محيده لهم القشره ومحيده لهم ديك العظيمات، مع 2 ديال المعالق ديال السكر. حبيبات ديما السكر كيبقى على حسب الذوق ديالكم، كتزيدوا فيه لتر ديال الماء وكطحنوه مزيان حتى كيطحن. يمكن لكم تصفيوه او تخليوه كيف ما هو، ما تصفيوش. انا كنفضل صراحه يتصفى باش كيجي زوين في المذاق ديالو وما كيبقاوش فيه داك الشوائب. غادي نردهم العصير الخلاط ديال العصير، وغادي نضيف عليهم واحد الياغورت ديال الفريز، وكتضيفوا الماء على حسب نتوما واش بغيتوه خاطر بزاف اولا خفيف. وكان هذا العصير ديالنا تيجي صراحه زوين بزاف، كيجي فيه واحد المذاق زوين، غير جربوه. بالنسبه للطويجين اللي غادي نديرو طويجين ديال الكفته ديال السردين. عندي 2 ديال المطاشات اللي محكوكين، زدت معاهم شويه الملحه والبزار وسكينجبير والتحميره والكمون، كلهم منهم معلقه صغيره، واحد الريز ديال الثومه، شويه ديال القزبر ومعدنوس، وغادي نحركوا المكونات كاملين وغادي نضيفوا حتى الزيت طبعا، ونخليهم ديك المطاشه كطيب لينا مزيان وكتعلق. بالنسبه للسردين عندي هنا نص كيلو ديال السردين اللي محيده الجلده ديالو، غادي نديرو في الهشوار، غادي نطحنو مع بصيله صغيره وواحد الفلفله صغيره. التوابل عندي فيهم معلقه صغيره البزار، معلقه صغيره تكون عامره ديال الكمون والتحمير، شويه ديال القزبر ومعدنوس، واحد 2 ديال الدريسات ديال الثومه. غادي نطحنوا مزيان هاد المكونات حتى كتشوفوا ان كتحل لكم ديك البصله وديك الفلفله. عاد كنضيفوا العصير ديال الحامض. ما تضيفوش الحامض في الاول حيت راه كيجري لكم الحوت ديالكم وما كيسهلش عليكم انكم تكوروه. خليو الحامض ديما حتى الاخر. صافي كنديروهم كرات وكنديروهم في ديك المطيشه من بعد ما طابت لينا. الا بغيتو ديروا الكفته ديالكم خليو حتى هذاك الماء اللي كتزيدوا في المطيشه بحال كيدفى شي شويه، عاد كتضيفوا الكفته ديالكم، ما كتضيفوش وانتم يلا درتوا الماء، حيت ملي كتحطوا الكفته ديالكم على داك الماء كيكون بارد كتقصح لكم من الداخل وما كتجيكمش زوينه. في الاخير زينتها لي طرونش ديال الفلفله حمراء وواحد شويه ديال الحامض مصير والزيتون. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الفطور ديالي، راه كيجي صراحه رائع وكيجي زوين بزاف وكامل ومكمول وكل شيء فيه صحي، حتى حاجه ما فيه ماشي صحيه. كنتمنى ان يعجبكم الفيديو ديال اليوم، وما تنساوش بارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء، واللي مازال ما اشتركتش في القناه ديالي كنتمنى انها تشترك. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.